الرحيم. النهارده ان شاء الله هنعمل لكم الكنافه بالمانجا. انا هنا عملت كبست الكنافه. طبعا انا نزلت قبل كده ازاي تعملي كنافه، تفرفريها وتحطي عليها السمنه والسكر البودره، وبعد كده تحطيها. طبعا تحطي قبلها بليله في الفريزر، بتفرفر، بتاكليها بايدك لغايه ما تبقى عامله زي الكسكسي كده. وبعد كده تروحي حاطه عليها نص كوبايه، على نص كيلو كنافه، نص كوبايه سمنه سايحه، ونص كوبايه سكر بودره، وتفرفريها. وبعد كده تروحي كبساها مثلا في الصينيه على حسب ما انت عايزه. الصينيه بالنسبه للصينيه صغيره بتقسميها نصين، تشيلي النص التاني ممكن تشيليه في الفريزر لما تعوزيه مره تانية، والنص ده بتحطيه بتكبسيه في الطارت زي ده كده. وبعدين احطه في الفرن على درجة حرارة 180 لغاية ما يستوى. وهنشوف دلوقتي لما يطلع هيبقى شكله عامل ازاي، عشان نحط له الشربات ونحط عليه المانجا. يلا معايا. الكنافة من الفرن وحطيت عليها عسل، بس عسل يكون خفيف مش تقيل عشان تبقى طرية وحلوة. هنا عملت الكاستر، حطيت عليه قبل كده. انا نزلت طريقته مع طارت الكنافه بالفواكه. حطيت عليه قشطه او كريمه بعد ما طلعته. وبعد كده بقى بحطه في كيس الحلواني عشان احطه على الكنافه. هنا المانجا انا عاملاها عندي هنا المانجا فروزن. انا بحطها لما باجي اخزنها في الفريزر، بحطها بحالها عشان لما اجي اطلعها اقدر اشيلها اقشرها بعد كده واقطعها، لو اعملها عصير او اعملها مثلا كنافه بالمانجا او اعملها في اي حاجه من الحلويات. هنا اقطعها ومكعبات واحطها بعد كده بعد ما احط الكاستر على الكنافه. هنشوف شكلها دلوقتي ويلا معايا. توزع الكاستر على الكنافة بالشكل ده كده. بتوزعي عادي او ممكن توزعي من غير كيس حلواني يعني. وزعت الكاستر اهو بالشكل ده على الكنافة، وبعد كده بقى ابدا اقطع المانجا واحطها بقى ارصها على الكنافة. يلا معايا نشوف هتتعمل ازاي. كنافة بالمانجا اهي. المانجا حطيتها، وطبعا عملت بالفراولة عشان يبقى فيه لونين حلوين كده فوق الكنافة. شكلها بقى جميل اهي شكلها. وبعد كده دهنت الفراولة زي ما قلت لكم في الطارت الفواكه، ان تدهنيها بشربات او جيلاتينة، بتحطي عليها حبة مية دافية وتدهنيها فيها عشان ما تسودش. اهي شكلها، ودي شكلها من هنا كده اهي باينة كنافة اهي، كنافة باينة اهي. ومن طبقة الكاستر وفوقها المانجا والفراولة اهي بكل تفاصيلها وتكاتها. ويا رب اكون افدتكم، والف شكر.